عبقري غير فهمنا للكون كله. بس هل تعرف إن نهايته كان فيها تفاصيل غريبة جدا؟ ألبرت أينشتاين اتولد في ألمانيا سنة 1879 وكان طفل هادي جدا وبيتأخر في الكلام. ناس كتير كانت فاكرة إنه مش ذكي، بس الحقيقة كانت العكس تماما. كبر وبدأ يهتم بالفيزياء واشتغل في مكتب براءات الاختراع، ومن هنا بدأت القصة الحقيقية. سنة 1905 عمل طفرة علمية كبيرة جدا وقدم نظريات غيرت العالم كله. أشهرها كانت نظرية النسبية اللي غيرت مفهوم الزمن والمكان. بقى أشهر عالم في العالم وأخد جايزة نوبل في الفيزياء. لكن حياته ما كانتش سهلة، هرب من ألمانيا بسبب النازية وراح أمريكا. وكان ليه دور غير مباشر في تطوير القنبلة الذرية رغم انه كان ضد الحروب. في آخر حياته كان بيحاول يفهم الكون أكتر ويفسر كل حاجة بنظرية واحدة. وفي سنة 1955 تعرض لمشكلة صحية خطيرة في الشريان الأورطي. الأطباء عرضوا عليه عملية، لكنه رفض وقال إن عايش حياته كفاية. لكنها الفرصة الوحيدة، لازم تفكر تاني. أنا متأكد، خلاص قررت. وبالفعل توفي بهدوء، لكن اللي حصل بعد كده كان غريب جدا. عالم أخذ مخه بعد الوفاة من غير إذن عيلته عشان يدرسه، وكانوا عايزين يعرفوا سر عبقريته. هل مخه مختلف فعلا؟ الدراسات قالت إن في اختلافات بسيطة لكن مفيش سر واضح. يعني العبقرية مش مجرد مخ مختلف، دي تفكير وطريقة حياة. تفتكر لو أينشتاين كان عايش دلوقتي كان هيغير العالم إزاي؟ تابعنا على كل المنصات، هنسيب لك اللينكات في الكومنت، واعمل لايك وكومنت وشير.